Eastside feeling is back, relax, adrenaline crack his whole fucking head open. Nigga, this rolling, ride the 7-5 like it's stolen, and only eat the bird if it's golden. Dog pound with it, neighborhood hot boy, in and out the city, got no pity for a cop boy. No one knows the secret. ما هي الاستراتيجيات التي يتبعها الإعلام للتأثير على عقول الجماهير وخداعهم؟ أولاً، تحفيز مشاعر الخوف والذعر لدى الجمهور. وضع الناس في حالة من الخوف والقلق والذعر الدائم كفيل بتمرير أي فكرة إلى عقولهم، حتى وإن بدت هذه الفكرة لا منطقية ولا عقلانية. وتشير الدراسات إلى كون الإنسان يفقد قدرته على التفكير بعقلانية حين يخضع لضغوط عاطفية قوية. يمكنك ببساطة حينها أن تقبل كمية الكذب والمبالغات التي يتم إلقاؤها في عقلك عبر وسائل الإعلام دون أن تبدي مقاومة تذكر. إذا كنت تعيش في دولة استبدادية أو حتى ديمقراطية، فحاول أن تراقب حجم الأخبار التي تبثها وسائل الإعلام عن وجود أخطار مقبلة أو أعداء يتهددون بلدك وأمنك الشخصي، أو عن الإرهاب، وربما عن أزمات اقتصادية مقبلة تضرب الدولة أو المنطقة أو العالم وتحتاج إلى استقرار لمواجهتها. يعد هذا الأسلوب أحد أكثر الأساليب شيوعاً في الدعاية السياسية، واستخدمته الولايات المتحدة في تبرير غزوها للعراق عبر تمرير معلومات ثبت فيما بعد عدم صحتها عن امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل. وتورطت في نقل هذه المعلومات وسائل إعلام مرموقة أبرزها صحيفة نيويورك تايمز. ثانياً، الهجوم على الشخصيات العامة والرموز وتشويهها، ويتم ذلك عبر مهاجمة ذواتهم ومصداقيتهم وطباعهم وحتى مظاهرهم وأشكالهم، وإثارة الأكاذيب والشائعات حولهم. وهذا النمط من التشويه يؤدي لطمس هوية الأفكار بالتبعية عبر تشويه صورة الأشخاص الذين يعبرون عنها. ثالثاً، تكرار الرسالة الواحدة بشكل متتابع ودقيق وباستخدام وسائل مختلفة. الأمر ببساطة هو تكرار رسالة أو فكرة بشكل متتابع في جميع وسائل الإعلام، وبصرف النظر عن مدى دقة وصدقية هذه الرسالة. تشير الدراسات إلى ميل البشر إلى تصديق الأفكار والمعلومات التي تتكرر أمامهم بانتظام بصرف النظر عن مدى منطقيتها. الأمر يفسر بوضوح ظاهرة تصديق العلماء والمثقفين والمفكرين في أغلب مناطق العالم للأساطير المتداولة في مجتمعاتهم، رغم أنها تبدو غير منطقية لرجل عامي يسمعها لأول مرة. رابعاً، استراتيجية الإلهاء، ويتم ذلك عبر تحويل أنظار الرأي العام عن المشاكل والقضايا الهامة وخلق قصص ومسرحيات وصراعات تافهة بين أبواق النظام ومنتفعيه، وذلك للإبقاء على الجماهير منشغلين بها وصرف أنظارهم عن القضايا الهامة والتي تتعلق بأمنهم واقتصادهم ومعيشتهم. خامساً، تعزيز الشعور بالذنب لدى الجمهور، وذلك بجعل الفرد يشعر أنه هو المسؤول الوحيد عن شقائه بسبب نقص ذكائه أو قدراته أو مجهوداته، وذلك لإعفاء السلطة أو النظام من مسؤوليته. وهكذا يشعر الفرد بالذنب ويحط من تقديره الذاتي ويرضى بحاله البائس، وربما يدافع عنه أيضا. لمزيد من التواصل مع قناة شؤون عربية يرجى الاشتراك ومتابعة الحسابات التالية: تابعونا على موقع تويتر، اشترك الآن في قناة اليوتيوب، تابعونا على الفيسبوك، تابعونا على جوجل بلس، تابعونا على انستغرام. بادر بالاشتراك في هذه المواقع كي تحصل على كل جديد، وشكرا لمتابعتكم قناة شؤون عربية.